السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل كده محشي وبطريقة حلوة بإذن الله هتعجبكم. الفيديو كده كله والله العظيم يعني نشاط وشغل كده وطاقة إيجابية. اتمنى بقى من كل اخت ليا ان هي لو اول مرة تشوفني تشترك في قناتي وتفعل الجرس عشان يوصلها اشعار لكل فيديو جديد ان شاء الله بنزله. ان شاء الله كده زي ما انتم شايفين يومنا كده يوم جميل، نبدأه كده بالصلاة على الحبيب ونخش بقى على الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه كده ان شاء الله هبتدي ان انا اجهز اللانش بوكسات كده بتاعت ولادي عشان اجهزهم كده على المدرسه يعني. عايزه اقول لكم ان انا صراحه في بعض الاوقات كده بصحى اعمل لهم اللانش بوكس وبرجع يعني اجهز لهم حاجتهم وتوكلوا على الله يروحوا المدرسة كده، وانا ممكن اخد لي ساعتين ولا حاجة. وفي اوقات بصراحة برضه عشان ما اضحكش عليكم بكون مجهزة اللانش بوكسات ديت من بالليل يعني. بس وفي اوقات بقى طالما انا عندي شغل عارفة نفسي ان انا مش هعرف انام الا لما اخلص طبعا شغل بيتي كده واظبط دنيتي. فالله المستعان كده دخلت كده على طول على السندوتشات. هعمل لهم كده، كان باباهم جايب عيش فينو بقى وجايب لهم لانشون وجبنة رومي. عايزة اقول لكم ان هم من النوعية يعني المقرفة، يعني ربنا يهديهم يا رب. اللي هم يعني بيغلبوني جدا، ما بيرضوش يفطروا. لو اديتهم سندوتشات ولا حاجة بزيادة بيقعدوا يتخانقوا معايا، يعني انا ببقى بصراحة بديهم بزيادة تحسبا ان هم ممكن يدوا اي حد من اصحابهم ولا حاجة. يعني ساعات بنتي كده بتقولي يا ماما انا اديت صاحبتي النهاردة مثلا سندوتش مش عارف ايه. فبصراحة يعني الواحد يعني ما بيزعلش والله. بس هي المشكلة بقى ايه؟ ان هم يعني يا ريت ياكلوا، يا ريت، يعني دي المشكلة اللي بتقابلني معاهم على طول. مع اني بحاول على طول اعمل لهم كل الحاجات اللي هم بيحبوهم، بس انتوا عارفين بقى ايه السن دوت. وفي طبعا ولاد بتبقى هي طبيعتهم كده يعني بيغلبونا فيها شوية. فالله المستعان. حطيت كده السندوتشات، وكنت هنا كنت عاملة كيكة. كيكات بقى هي بنات والمعجنات والحاجات دي بتنفع جدا جدا ايام الدراسة، والله بتنفع كده في اللانش بوكس. بتنفع مثلا لو هم جايين من درس مستعجلين ولا حاجة، واخدين معاهم من المدرسة، بتبقى جميلة في كل الأحوال، يعني الأحوال اللي هي المعجنات دي. حطيت كده لكل واحد فيهم 2 كاب كيك، وحطيت كده لكل واحد برضو كان عندي تمر، حطيت لهم كده 3 تمرات. ده عايزة اقول لكم اللي هو البلح اللي هو الرطب ده، بس اللي هو الأصفر يعني. حطيت لهم كيسة كده ما بين الغطا يعني والكب كيك، على اساس ان هو ما يلزقش في الغطا فيبهدل الدنيا. جيت هنا بقى عملت، كان جوزي موجود فعملنا كده لينا انا وهو سندوتشات. قلنا بقى ايه حاجة خفيفة كده على اساس ان الواحد يبدأ كده يومه ويشوف بقى وراه ايه. عايزه اقول لكم ان احنا مش طبيعتنا صراحه ان احنا نقوم نفطر يعني. بس بقى ايه، انتوا عارفين بقى الجو المدارس والشغل بقى والكلام ده، فلازم بقى. فربنا يعين كل واحدة فينا كده على خدمة بيتها وولادها، ويدينا الصحة جميعا يا رب. يعني هو فعلا الأيام بقت صعبة والصحة برضو ما عادتش قوي، بس بنقول الحمد لله يعني. طول ما ولادنا كويسين وصحتهم كويسة الحمد لله والشكر لله. هنا عملت بقى لجوزي شاي، وحطيت كده 1 2 كب كيك، وصبت لي انا حاجه ساقعه. فهو بيقول لي يعني انت عامله لي انا شاي وصبه لنفسك حاجه ساقعه؟ ما انا عارفه ان انت يعني مش هترضى تشرب حاجه ساقعه. بس دي خناقته معايا على طول صراحه عشان الحاجه الساقعه، يعني هو بيقعد يتخانق معايا عشان ابطل الحاجه الساقعه. واحد صراحه مش عارفه يعني يعمل فيها ايه. فربنا يهدينا جميعا يا رب. طبعا هنا بقى ايه، كانت عندي حاجة المحشي موجودة في التلاجة، كنت جايباها قبل كده يعني. وقلت بقى ايه النهاردة ان شاء الله لازم اعمل محشي. كل اللي عملته ان انا جبت خضرة بس كده. كان البتنجان عندي في التلاجة، كنت جايباه بتنجان للحشو، وكان عندي فلفل وكوسة وكده. هنا كنت نقع اللحمة بتاعتي وجبت حلة الضغط بقى. حطيت فيها كده ميه مغليه، وحطيت بقى المنكهات بتاعه الشرب، اي منكهات انتي بتحبيها. صراحه انا ما كانش متوفر عندي ورق غار يعني بكميه النهارده الا واحده بس حطيتها برضه. حطيت كده حبهان، وحطيت كوبيبه صيني، وحطيت فلفل اسمر حصى،
وقرفة، اي منكهات انت بقى بتحبيها في الشوربة. الحاجات دي بتظبط طعم الشوربة جدا يا جماعة. يا دوبك غلت غلوة كده، شلت الريم من عليها عشان الشوربة بتاعتنا تطلع رايقة كده وجميلة. ونزلت كده بالبصل والطماطم، وحطيت الملح ورشة كده حلوة من الفلفل الاسمر، لان طبعا مش هنعرف نفتح عليها تاني دلوقتي. عايزة اقول لكم والله العظيم، يعني ربنا يخلي له اختي يا رب، ويديها الصحة ويشفيها ويشفي كل مريض، اللهم امين. هي اللي جابت لي الحالة دي، كانت جايبها لي هدية، فما تحرمش منك يا قلبي. ربنا يفرحك بأولادك ويجازيكي كل خير عننا ان شاء الله. هي نعمة صراحة، والله العظيم نعمة. من ساعة ما جابتها لي، عايزة اقول لكم يعني، وعرفتني طريقة استخدامها وتشغيلها وكده، وانا مش ببطل شغل فيها. سواء بقى تحت، سواء هنا كده، يعني بتنفع والله. هنا بقى ايه، كنت حطيت مية مغلية وعصرت فيها ليمون كده، ونزلت بيه كان عندي ورق عنب في الفريزر، نزلت بيه على طول كده، وحطيت كده ليمونه عصرتها في الميه. عايزه اقول لكم ان طالع جميل والله العظيم، يعني كانك انتي شارياه من بره. وكنت عامله هنا تسبيكه الطماطم، ما كنتش حاطه فيها بصل ولا حاجه، التسبيكه كانت عاديه، قطعه من الدهن مع شويه من الزيت، بسيبهم كده مع بعض يسيحوا شويه، وبنزل عليهم بعصير الطماطم. بحب جدا لما بيكون بعمل فلفل وبتنجان وكوسه وحاجات زي كده، بحب اعمل لها خلطه حلوه كده يا بنات. يعني ان شاء الله باذن الله هتشوفوا معايا كذا كده كذا طريقه للمحشي. معلش انا عماله اتلخبط لان الفيديو سريع، فمش عايزه الفيديو يجري قبل مني انا يعني. فسامحوني بقى، والله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اختصر علشان الفيديو ما يطولش عليكم. المهم ان انا بحب هنا اعمل مرتة كده، ليه بتبقى ني في ني، بتبقى طعمها جميل جدا وريحتها بتبقى، والله العظيم عن تجربة يعني، جربوها وقولي لي رأيكم فيها ايه. هنا بعد ما بقى القوام الصلصة معايا بالشكل ده، حطيت الاول على البصل اللي احنا مرتينه بالملح والفلفل والكمون، حطيت عليه كده الخضرة، وحطيت عليه الرز المغسول، وقلمتهم الاول كويس مع بعض، ونزلت بيهم بقى ايه على تسبيكة المحشي اللي احنا عملناه. هنا خلاص بقى كنت غاسلة البتنجان والكوسة والفلفل، وحطيتهم كده يتصفوا في المصفى، وابتديت ان انا اجهز الحلل بتاعتي. حطيت هنا كده في حلة للورق العنب، وحلة اللي هو المشكل من البتنجان والفلفل والكوسة. هنا بعد ما جيت وقطعت الفلفل في الحلة اللي هي بتاعت ورق العنب، بصراحة حبيت ان انا ما احطش فلفل، عشان عايزة احتفظ بطعم ورق العنب بس، يعني مش عايزاه يخش كده معايا على فلفل وبتنجان وكلام من ده. فبصراحة يعني ايه، عملت له خلطة حلوة، حطيت فيها كده طماطم وبصل وكام فص من الثوم كده، قسمتهم بس بالنص، بيدوا ريحه حلوه قوي لورق العنب، والله العظيم بيبقى ريحته جميله وطعمه احلى. وحطيت كده شرايح من الليمون، وكده بقت الحلل معايا جاهزه. هنزل بقى على الارض عشان ايه، طبعا انتوا عارفين بقى خلاص العظمه كبرت، فمش هقدر اقف بقى احشي الكميه دي كلها. فربنا يعينكم ويعيننا جميعا يا رب، ويقدرنا على خدمه بيتنا واولادنا وازواجنا والحمد لله والشكر لله. قعدت بقى كده على الارض، واستعنت بالله، وقلت دعائي الجميل اللي انا لساني دايما ما بيبطلش بيه: اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي، والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. طبعا احنا بنطلب من ربنا القوة والعون والمساعدة من ربنا، فربنا يعيننا ويساعدنا جميعا يا رب. قعدت كده، قعدت احشي بقى. والله عايزه اقول لكم ان انا كنت في الوقت دوت قاعده عماله اذكر ربنا واستغفر، والله العظيم يعني. ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ده يعني الواحد ما بيصدق يلاقي وقت كده يختلي بيه بنفسه، ان هو يقعد بقى ايه، بدل يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. ما صدقت صراحة بقى، هما كانوا في الوقت دوت في جزء منهم في المدرسة، والجزء التاني طبعا انتوا عارفين بقى ايه، ان هي بنتي كبيرة فتروحش المدرسة باستمرار يعني، بس طبعا دي يعني مش بتعمل شقاوة زي الصغيرين، فربنا يهديهم يا رب. وابتديت هنا كده، انا عملت الحلة ديت، هديها كده كام معلقة من الصلصة، وبحب برضو ابهرها برشة من الكمون ورشة من الفلفل الاسمر. محطتش بقى ملح يا بنات علشان الشوربة بتاعتي فيها ملح. عايزه اقول لكم ان كانت الحله خلاص بقى، فتحت عليها طبعا بعد ساعه كمان من بعد ما طفيت عليها، من بعد ما حشيت بقى وجهزت والكلام دوت. بصوا الشوربه طالعه بسم الله ما شاء الله، رايقه وجميله، وكانت حلوه وسمينه كده، وسقيت بها سقيت منها بقى المحشي كده، كانت جميله جدا والله. طبعا انا يوم المحشي دوت ببقى عامله اكل يومين، يعني انا كده عامله حسابي ان شاء الله ان انا عندي اكل يكفيني باذن الله، يعني لو ربنا اراد تاني يوم.
تاني يوم ده بقى بيسهل عليا بقى، طبعا عندي شغل في البيت، عندي غسيل، عندي ترويق، اي حاجه والله العظيم، فبينفع يعني مببقاش شايله هم بقى. يعني هو الواحد وهو شغال في التنظيفات وكده ببقى دايما شاغل باله، طب هعمل اكل ايه، طب انا لسه هسيب الشغل اللي في ايدي واروح اعمل اكل، طب. فانا كده الحمد لله والشكر لله، يعني ايه كده بكره باذن الله ان اراد ربنا هبقى في الامان يعني. عند اكل يا دوبك كده هولع عليه، والحمد لله والشكر لله. هنا كنت ولعت على الحله بتاعت البتنجان والفلفل، وقعدت بقى برضو ايه اكمل كده في ورق العنب. عايزه اقول لكم كان في الوقت ده بقى ولادي جم من المدرسه، وقعدت بنتي الصغيره اشرقت بقى تناولني كده ايه تفرد لي ورق العنب زي ما انا ما معوداها يعني. بس وهنا عملت الكميه الحلوه ديت، وكنت عصره ليمون كده وحطيت شويه من دبس الرمان، بيبقى خرافه خرافه جدا في ورق العنب، ورشه كده من الكمون ورشه من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه بس من الملح. كل ده انا عامله حسابي يا بنات، عشان زي ما بقول لكم الشوربه فيها ملح. رشيت برضو شرايح من الليمون وسقيتها طبعا بالشوربه، ولعت عليها البوتاجاز على طول. هنا بقى كنت عايزه جوزي بقى ايه عايز حاجه غريبه في اللحمه كده، طب اعمل له ايه دوت غريب في اللحمه. قلت له حاضر من عينيا. عملت الخلطه الجميله دي، عباره عن ايه بقى يا بنات؟ عباره عن طماطميتين وفلفلتين وكام فص من الثوم وبصلايه واحده، قطعتها طرنشات البصلايه، ونزلت عليها بالفلفل، ونزلت عليهم برضو بالملح والكمون والفلفل الاسمر. هو التوابل النهارده كلها ملح وكمون وفلفل اسمر، ما فيش اكتر من كده. محبش احط في المحشي بالذات اي منكهات تانية غير كده. مرطتهم كويس او دعكتهم كويس، ونزلت بيهم كده على عين البوتاجاز. وهنا نسيت بس اقول لكم ان كل لما تنشف معاكم سنه، انا بحاول ان انا ادبلها شويه لان اللحمه بتاعتي مستويه، فانا مش عايزه اللحمه تتهري اكتر من كده يعني. فكل لما كانت تنشف معايا شويه كده فكنت احط حاجه بسيطه من الشوربه لغايه لما وصلت معايا بالقوام دوت. انا مش عايزاها ميه خالص عشان متبقاش اللحمه صايصه كده، عشان لسه هندخلها فرن البوتاجاز. وعندي معلقتين كده على جنب علشان ايه بعد ما ارص اللحمه في الصينيه انزل على الوش كده بالكام معلقه اللي انا عينتهم دولت وادخلهم فرن البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان كان فعلا طعمها خرافه يعني. احنا كل مره بنعملها مسلوقه مش عارفه ايه، بحطها لو انتوا رجعتوا للفيديوهات السابقه هتلاقوني حطاها تحت المحشي. فبصراحه يعني خلاص احنا روتين متعودنا عليه، فقلت النهارده بقى لازم افنن لهم كده واخترع له اي حاجه وخلاص. بس عجبته جدا والله. حطيت كده كام قطعه من السمنه البلدي على الوش وحطيتها تحت الشوايه بس، يا دوبك خدت لون وطلعتها. تعالوا بقى كده نغرف مع بعض الاكل. بصوا بسم الله ما شاء الله، ايه رأيكم؟ هو بيتحداني النهاردة في الأكل بس أنا طلعته يعني الحمد لله والشكر لله زي ما الكتاب بيقول يعني. فربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويصلح حالكم وحالنا ان شاء الله. حبيت بقى ان انا اوديها له كده في حتة مطاعم بقى. كنت عملت شوية ملوخية اللي هي المجمدة ديت، فضيتها في طواجن وعملت له الطشة كده وحطيتها له من على الوش زي المطاعم، وقدمت جنبها شوربة وحطيت مخلل. ودي شكل الاكل بتاعنا النهارده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه رايكم بقى يا بنات؟ والله العظيم يعني عايزه اقول لكم يعني حاجه كانت جميله جدا جدا جدا، ومن صنع ايديكي وولادك فرحانين. يعني انا بصراحه يعني بحب جدا اعمل اكل في البيت، فالحمد لله والشكر لله. تعالوا بقى هنا كده ندوق مع بعض. عايزه اقول لكم بقى ان انا وبنتي كنا عمالين نتخانق مع بعض، انا بدوق كده وعشان اوريكم وهي عماله يلا يا ماما، واللي عمال ينتش مني صابع ومش عارفه ايه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، في حفظ الله وامنه، مع السلامه حبيباتي.